السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. حبيت ان انا اعمل معاكم كحك العيد بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمله ان شاء الله مع بعض على البارد. انا مش هعمل الكحك السخن، انا هعمله دلوقتي على البارد. لكن دلوقتي قبل ما نقول المقادير هنقول اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. طبعا المقادير اللي معانا هنا حاجات بسيطة قوي. دول كوبايتين سمنة، المقاس واحد اهو، بس دول عشان كوبايتين كبار. لكن لو انت عاملة كوبايات اصغر من دي هتبقى كوبايتين وربع. خلي بالكوا قوي من الملحوظة اللي انا بقول عليها دي، ماشي؟ لو عندك كوبايات صغيرة لانه بصوا ما شاء الله دي حجمها قد ايه. تمام، فهنا انا اكتفيت باتنين بس. وطبعا السمنه بصوا طالعه من التلاجة، لازم تكون طالعه من التلاجة، ما ينفعش يكون بدرجه حراره المطبخ. ومعانا هنا كوبايه كبيره لبن دافي، ممكن نستخدمها كلها وممكن لا، حسب نوع الدقيق اللي عندك. في دقيق هيقبلها كلها وفي دقيق ممكن ما تستخدمهاش كلها. تمام، يبقى احنا كده عندنا كوبايتين اتنين سمنه كبار متلجين خارجين من التلاجة، لكن اللبن بتاعنا لازم يكون دافي. ومعايا هنا معلقتين سكر بودرة، ما تكتريش علشان لو زودتي سكر البودرة الكحك بتاعك بيلون من بره وهو بيستوي وبيكون من جوه لسه ني. ومعايا هنا معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة اهي. طبعا انا مش مكترة خميرة ليه؟ عشان الجو حر، لو كترتي خميرة الكحك بتاعك هيفرش ورسمته هتضيع وهو بيستوي في الفرن. تمام، يبقى احنا هنكتفي بمعلقة الخميرة الصغيرة دي مع معلقه البيكنج باودر كفايه قوي. معايا هنا كوبايه سمسم كبيره، ممكن ابيض ممكن محمص، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. ودي اسمها ريحه الموز او ريحه الكحك، طبعا انا جايباها بريحه الموز. موجوده عند اي حد بتاع الحلوانيه او بتوع يعني مقادير الكحك او كده، المكان اللي انت بتجيبي منه. ومعانا هنا ذره ملح. ودي هنا عندي نص معلقه قرفه صغيره هستخدمها في العجوه، يعني القرفه دي ملهاش اي علاقه عندي دلوقتي هنا خالص. ومعايا هنا كيلو دقيق. في نقطه بقى عاوزه اقول لكم عليها، عندك مكسرات عاوزه تحطيها في الكحك بتاعك مفيش اي مشاكل، ما عندكيش وعاوزه تعملي على القد براحتك. انا عندي هنا دول شويه بندق مفروم، حبيت ان انا ايه يعني اخليه طعمه غني كده، قلت ايه لما احطهم شويه صغيرين خالص وممكن طبعا تستغني عنهم. تمام، دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هنعملها معانا هنا ان احنا كده بسم الله هننزل الاول. هنشيل ده كده من هنا اهو. اول حاجه هننزل بيها بسم الله سكر البودره، ماشي، والسمنه بتاعتنا كده بسم الله. بصوا عشان طالعه من اهي، عشان طالعه من التلاجة بتدي نتيجه كويسه يا جماعه، غير لما بتكون بدرجه حراره المطبخ، وخصوصا ان الجو حر. يعني كل اللي احنا بنعمله ده لان اصلا الجو حر اهو. كده بسم الله، تمام قوي كده اهو، ماشي ماشي. كل اللي انا هعمله ايه دلوقتي؟ هشغل المضرب الكهربائي بتاعي وهضرب الخليط ده كويس قوي لحد ما يبقى لونه ابيض وكريمي. ما عندكيش مضرب كهربائي مفيش مشكله خالص، المضرب اليدوي تشتغلي بيه. انا دلوقتي عشان الصوت هشتغل وهعمله لحد ما يبقى كريمي وهرجع لكم تاني. ودلوقتي خلاص انا ضربت السكر بتاعي البودره والسمنه. بصوا ما شاء الله الخليط معايا بقى كريمي ولونه ابيض ازاي كده. انت يعني مجرد ان انت وصلتي للمرحله دي يبقى انت كده شغاله تمام، ماشي. اللي عليه الدور ايه عندي دلوقتي؟ هبتدي بسم الله انزل بالدقيق بتاعي اهو كده بسم الله. يفضل طبعا ان انت تكوني جايبه نوع دقيق كويس، يعني بلاش في الكحك بتاعك تجيبي دقيق سايب، يفضل تكوني جايبه، معلش تعالي على نفسك وجيبي دقيق يكون مضمون. تمام، وهاتي اللي هو في الكيس ده انضف لك واحسن لك، ماشي كده اهو. انا مش بحب يا جماعه الكحك بتاعي يكون ناعم، ماشي. انا مش بحب الكحك بتاعي يكون ناعم
وخصوصا ان احنا خارجين من رمضان وايه، والمعده هتكون مش مستحمله، عشان ما يحصلش اي طوارئ واحنا في العيد. ماشي. دلوقتي ايه اللي انا هعمله؟ هبتدي ان انا اشيل بقى المعلقه خالص. ماشي كده زي ما انتوا شايفين معايا. هبتدي بقى ان انا بسم الله اخلي الدقيق بتاعي يشرب السمنه كلها ويتشبع بيها. ما تستعجلي، يعني احنا مش يعني لازم دلوقتي تخلي الدقيق بتاعك يشرب السمنه كويس، علشان بعد ما ننزل بالمكونات بتاعتنا كلها في الاخر مش هنعجن جامد، عشان ما يعملش معانا عرق ويشد. يبقى احنا دلوقتي كل شغلنا ان احنا نخلي، بصوا وتعملي الحركه دي كده، بصي ما شاء الله الدقيق كله بيشرب السمنه ازاي، بصي لونه اتغير معايا وبقى طري ازاي. هو كده ما خدش مني لبن ولا سوائل ولا اي حاجه، كل اللي هو واخده معايا لحد دلوقتي السمنه بس. انا بصوا بخلي الدقيق بتاعي اهو يتشبع بيها كويس قوي. جربي يعني، بصي بعد ما تتفرجي على الفيديو ده قومي اعملي لاولادك كيلو دقيق كده وفرحيهم، كيلو كحك جميل من ايديكي، صدقيني بيبقى طعمه احلى وانضف من بتاع بره. تمام. وغير كده ما تقوليش معيش مش هجيب، لا ده انا مش ميزانيه، لا مش عارفه ايه، 50 جنيه تعملي لعيالك كيلو كحك وتفرحيهم وتبسطيهم ويبقوا ايه فرحانين قوي في العيد. دلوقتي خلاص بصوا ما شاء الله خليت الدقيق بتاعي شرب السمنه وبقى زي الفل ازاي. اللي عليه الدور دلوقتي ان انا كده بسم الله هبتدي بقى انزل بالخميره بتاعتي الجافه. السمسم بتاعي بسم الله اهو، لو حاسه انه كتير مش لازم كله. معايا هنا البندق بتاعي، طبعا ممكن الاستغناء عنه مفيش اي مشاكل. وما ننساش ذره الملح اهي. ومعانا هنا معلقه البيكنج باودر. تمام. فاضل معايا هنا ايه بقى؟ اللبن. ماشي. هنزل بس بجزء منه. طبعا اللبن خلوا بالكم كويس قوي يا جماعه، لان احتياجك للبن هيبقى حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. ممكن الدقيق اللي انت جايباه ياخد معاكي كوبايه اللبن دي كلها مره واحده، وممكن الدقيق اللي معايا يستخدم نصها ربعها على حسب. انا دلوقتي معاكم اهو لحد الاخر وهنشوف هنستخدم قد ايه. كده بسم الله نحط بس جزء منه اهو. ماشي. معايا طبعا اخر حاجه هنا ريحه الكحك، انا مش هنزل بيها دلوقتي خالص غير في اخر مرحله. وهبتدي كده بسم الله اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا بسم الله. وانت شغاله طبعا تسمي الله كده على طول اهو اهو زي ما انتوا شايفين معايا. ماشي. طبعا برضو مش هنعجن كتير، نخلي بالنا قوي من النقطه دي. بصوا الدقيق بتاعي هنا لما اجي اعمله كوره كده والاقيه لسه مشقق يبقى انا لسه عاوزه لبن، يبقى لسه هنزل بكميه لبن تاني. بسم الله اهو. تمام. وهبتدي اعجن تاني. طبعا انا مش عاوزه افصل الفيديو وارجع، علشان الدقيق الكحك بالذات عاوز تتابعي من اول مرحله لاخر مرحله اهو كده. ماشي. بصوا استنوا برضو حسب بصوا لسه برضو عاوز كميه اللبن، يبقى انا كده هسمي الله وانزل باخر حاجه عندي. واخر مرحله معايا كده بسم الله هنزل بريحه الموز، علشان او بريحه الكحك حسب الريحه اللي انت بتحبيها، علشان تبقى الريحه قويه معاكي فيه كده. بسم الله اهو، لان لو نزلتي بيها من البدايه ريحتها هتختفي شويه. ودلوقتي خلاص انا عجنت الكحك بتاعي لحد ما شرب كميه اللبن اللي عندي. بصي بقى تعرفي ان الكحك بتاعك سليم ازاي او نتيجته مظبوطه وصح معاكي ازاي كده. بصي اهو، بصي ما شاء الله مش مشققه. بصي طالما الدايره فضلت حسب ما انتي عملتيها كده اهي. بصي يعني مثلا خلاص انا هحشي اهو، اتكيت بصباعي كده بصوا ما شاء الله، ولا شققت ولا فتحت ولا اي حاجه اهو. يبقى احنا كده جاهزين ان احنا
خلاص نحشي الكحك بتاعنا. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كده اي كيس بلاستيك عندي، هسيبه بس ثواني جنبي هنا لحد ما اعمل معاكم العجوه اللي هنحشي بيها. تمام. هو الكحك يا جماعه ما بيخمرش، اوعي تسيبي الكحك بتاعك يخمر، الكحك بنسويه على طول. بس احنا دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل مع بعض بس العجوه، هوريكي ازاي بتعمليها ازاي علشان تستخدميها وتحشي بيها الكحك بتاعك. بصوا دلوقتي انا هعمل على حته عجوه. هجيب كده بسم الله معلقه سمنه، تمام، ومعلقه سمسم اهي، مش كتير لان انا حاطه في الكحك، وسنه قرفه اهو، ماشي. مش عاوزه القرفه استغني عنها، مفيش اي مشاكل. بصوا بقى عشان الجو حر مش هحتاج احط على النار ولا اي حاجه. طبعا انا عامله على كميه عجوه صغيره لان انا هعمل كمان معاكم على الملبن حالا. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. بصوا ما شاء الله في دقيقه. الجو طبعا يا جماعه مساعدنا خالص خالص. بصوا هتقوموا بقى ايه كده اهي، ماشي اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو. طبعا ما تعمليش الكوره كبيره اهي عشان ما تبقاش ما تطلعش من الكحكايه، يعني اعملي الكوره بتاعتك على قد الكحكايه، ما تكتريش. على فكره انا معلقه السمنه اللي حطيتها على العجوه يا جماعه معلقه سمنه بلدي، عايزه اقول لكم خلت ريحه العجوه تجنن. لكن الكحك بتاعي اصلا انا صراحه عاملاه بروابي، وانتي طبعا حسب نوعيه السمنه اللي انتي بتحبيها. لكن انا لو برشح لك نوع روابي يا جماعه ريحتها تحفه بجد في الكحك، جربيها مش هتندمي اهو. بصوا كفايه ده كده المنظر بتاعنا او الطريقه النهائيه بتاعه البلح بتاعنا او العجوه اللي هنحشي بيها. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين معايا ده الشكل النهائي اهو. العجوه كده بتاعتنا او البلح جاهز ان احنا نعمل الكحك بتاعنا ونحشيه، ماشي. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ الملبن برضو زي ما عملنا العجوه. بسم الله هننزل بمعلقه السمسم بتاعتنا، لو عندك مكسرات ممكن تحطيها في الملبن، ومعلقه السمنه البلدي الجميله، ماشي اهو. هبتدي بقى برضو زي ما عملت العجوه كده بسم الله هعمل الملبن برضو. بصوا عشان الجو حر، بصوا الجو مساعدني ان انا ولا احتاجت احط على النار ولا اسيح في طاسه ولا الكلام ده كله. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو برضو اهو. بصي اهو زي ما انت شايفه كده معايا اهو اهو. ايه رايكم بقى؟ مفيش اسهل ولا احلى من كده، وكل شغلنا بيتي وبسمنه نظيفه وعلى ايدينا، ماشي. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع معاكم عشان ننقش الكحك. اقول لكم عليها ممكن ان انت تعملي الكحك بتاعك بالبسطامه، ماشي. هنعمل ده وهنعمل ده، وممكن ان انت تعمليه بالمنقاش. هنعمل مع بعض ده وهنعمل مع بعض ده. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل الكحك مع بعض اهو كده بسم الله اهو. بصوا الكحكايه ما شاء الله مظبوطه ازاي، ولا مشققه ولا اي حاجه اهو. تقومي بس عامله بصباعك كده اهو، فضيتي مكان للحشوه اهو. بس طبعا في نقطه عاوزه اقول لكم عليها، خلي بالك قوي ان الملبن بتاعك ما يطلعش من الكحكايه اهو، ماشي. هنزل بيها بقى كده زي ما انتوا شايفين كده معايا، ماشي. انا هعمل معاكم بس واحدتين تلاتة، ماشي اهو. تفتحي مكان كده للكحكايه بتاعتك او للحشوه بتاعتك اهو كده، وتقومي عامله كده وتسويها طبعا من الجوانب اهو. بصوا بقى انا دلوقتي عندي البسطامه، ماشي. هعمل كده بسم الله. بصوا ممكن تتك عليها تكه كمان اهو، ماشي. ده شكل ان انت تعملي بالبسطامه، تمام.
واحده كمان معاكم اهي اهي، شفتوا سهله ازاي اهي. دي لو انتي مش عاوزه ايه تقعدي وتتعبي نفسك في النقش وفي الكلام ده. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي واحده ماشي بالمنقاش اهو. افضيها برضو من النص وادخل حته الملبن او العجوه اهو، اعمليها كوره كده. بصوا ما شاء الله جميله ازاي، مش عارفه اهو. ظبطيها كده، خلي سمكها كويس. وهتجيبي بسم الله المنقاش اهو، حاولي تخلي النقشه لفوق شويه علشان لما تيجي تستوي تلاقي النقشه بتاعتك ما راحتش اهو اهو اهي. ايه رايكم؟ زي ما تحبي، زي ما انت شايفه كده معايا. معاكي النقشه دي ومعاكي النقشه دي، اللي يعجبك اعمليه ماشي. نعمل مع بعض كمان ولا كفايه؟ نعمل مع بعض كمان عشان بس مش عاوزه الفيديو يطول عليكم وعشان ما تزهقوش اهو. تعملي كده في النص وتدخلي العجوه وتلملمي كده احرف الكحكايه بتاعتك اهو اهو ماشي. وننقشها اهو كده بسم الله. حاولي ترفعي النقشه بتاعتك لفوق اهو. شفتوا سهله خالص ازاي. وعلى فكره انا بحب الكحكايه بتاعتي تكون صغيره، مش بحبها تكون كبيره اهو. بصوا انا رافعه النقشه لفوق ازاي اهو. ممكن بقى النقشه تغيري فيها براحتك ماشي اهو. يعني نحاول نخليهم جنب بعض. في طبعا نقطه لازم تاخدي بالك منها، انك تسيبي بين كل كحكه وكحكه مسافه اهو اهو اهو. ايه رايك؟ انا مش حريفه قوي في النقش يعني، بس ايه حاولت ان انا اعمل معاكم ده واعمل معاكم ده. هكمل بقيه الصاج بتاعي وهرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش ماشي. استنوني. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا انا خلاص نقشت الكحك بتاعي. طبعا النقشات مختلفة، ممكن تحسوا ان في نقشات غريبة شوية، وده لان جانا بنتي اصرت ان هي تساعدني. طبعا هي صغيرة لسه في 5 ابتدائي، فيا دوبك نقشتها على قدها، بس انا مرضتش ازعلها. ليه؟ انتوا برضو فرحوا اولادكم وخلوهم ينقشوا معاكم يعني ويساعدوكم. صدقوني فرحة جميلة ليهم. دلوقتي هندخل الكحك بتاعنا. انا طبعا قبل ما اكمل بقيه نقش الكحك، انا كنت مشغله الفرن معايا بيسخن، ما ينفعش ندخل بالكحك على فرن بارد. فان شاء الله دلوقتي هدخل الصاج بتاعي على درجه حراره من 160 ل 170، ولو عندك مروحه شغليها عشان طبعا بتوزع الهواء في الفرن. وكمان في نقطة عاوزة اقول لكم عليها، اوعي تحطي الصاج بتاع الكحك على الارضية خالص، لازم يكون على الرف الاوسط في الفرن. وكمان بعد ما يستوي من تحت كده وياخد لون، تبتدي ان انت تشغلي الشواية وتاخدي بالك منها وانت واقفة، ما تتحركيش عشان ما يغمقش قوي، مجرد بس ان احنا هنديله لون ذهبي كده خفيف. فدلوقتي ان شاء الله انا هدخله الفرن بتاعي وهوريكم السوا بتاعه بعد ما يطلع. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا دي النتيجة النهائية للكحك بتاعنا. ايه رأيكم بقى؟ بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه ويعجبكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. ان شاء الله تعملوه ويعجبكم قوي. يلا قومي اتنشطي واعملي لاولادك احلى كيلو كحك في الدنيا. كل الكمية اللي قدامكم دي بكيلو دقيق واحد بس. شفتوا الموضوع بسيط وسهل ازاي؟ يلا خليكي نشيطة وقومي اعملي كده وخلي اولادك يساعدوكي زي ما انا خليت اولادي يساعدوني وناقشوا الكحك معايا. طبعا دلوقتي انا عملت جزء بالسكر وجزء سبته ساده. تخلي بالكوا قوي لو انت عامله كميه كبيره وهتركنيها ما تعمليش عليه كله سكر، اعملي سكر على كميه قليله بس، وكل ما تخلصيها اعملي سكر على كميه تانية ماشي. دلوقتي عاوزه اوريكم كده الملمس بتاع الكحكايه نفسها. بصوا ما شاء الله جميله ازاي وبتدوب وجميله ازاي. بصوا
يعني ما شاء الله ملمسه، انا شايفة ان ملمسه جميل قوي. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه ويعجبكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب في العالم اجمع، ويعود علينا الايام بالخير واليمن والبركات يا رب، ويرفع عننا البلاء والوباء، ونكون ان شاء الله كلنا في احسن حال. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك وسبسكرايب وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.